السوري وليس ضمن الفصائل. أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين، وكل التحية لشيخنا الجليل. طبعا علمائنا الأفاضل لهم منا كل التحية، وكما عهدناهم دائما في مقدمة الصفوف، هؤلاء علماء الثورة السورية، هؤلاء مشايخها، هؤلاء علماءها الأفاضل، وليس مجهول النسب المصري والأردني والعراقي والإهراري وكل مخلفات المخابرات الدولية التي رماها إلينا الجولاني ورماها في وجهنا. أما لمن يوجه هذا البيان؟ البيان موجه لكل من تسول له نفسه أن يتجرأ على الدماء ويتجرأ على التحالف مع هذه المجموعة الآثمة، والتي يعني طالما أتحفنا أبو الأزرار بتكفيرنا على علم الثورة، وأيضا تكفير الثوار وتكفير الجيش الحر وقضائه على الجيش الحر، وظهر الآن لدينا أبو الأزرار يقول لدي أزرار وأكبسها، وظهر يعني ناقص يعني يحلق طيب سبايكي، يعني اللي نتفق يعني على نقطة، يظهر بمظهر المودرن أستاذ هشام، الجميع تفضل. ضد هيئة تحرير الشام اليوم متواجدين، إذا كان فصائل، إذا كان مدنيين، يعني كل من يسلط الضوء على انتهاكات هيئة تحرير الشام يعلم بأنها لا تمثل الشارع السوري، ولكن يعني ويجب أن نضع خطين تحت ولكن. نرى لديها حكومة الإنقاذ على أقل تقدير ما يصل إلى الإعلام، ونعلم القبضة الأمنية لهيئة تحرير الشام. صحيح. يعني لا نلغي وجود القبضة الأمنية، ولكن ما يظهر للأهالي في شمال سوريا أنه هنالك حكومة إنقاذ متكاملة، هنالك وحدة صف ضمن العناصر والمقاتلين، وهنالك قيادة واحدة، وهذا ما فشلت فيه فصائل الجيش الوطني وفشلت فيه الحكومة المؤقتة أيضا. جوابي بجوابك سيدة أحلام، يعني أنت أجبتي. لا يوجد انضباط في إدلب، يوجد قبضة أمنية، لا نعلم ماذا يحدث هناك. لا نستطيع أن نحكم عن الذي يحدث هناك إذا كان جيدا أم لا. في مناطق الحكومة المؤقتة والجيش الوطني يوجد حرية إعلام، يوجد هناك تسليط وحرية إعلام وحرية نشطاء وحرية تظاهر وحرية يعني نقد. كإعلامية من الممكن أن نتناقش في هذا الموضوع طويلا، من الممكن أن نتناقش في هذا الموضوع طويلا، ولكن هامش حرية الإعلام موجود. إذا نحن لا نستطيع القياس، يعني لأنه في فرق بين هامش حرية الإعلام وحرية الإعلام. بالضبط. فإذا لا نستطيع القياس وحسم الموقف بأن هناك أفضل من هناك. إذا أردت أعطيني بعض الوقت، قليل فضل. من الوقت وليس الكثير. تفضل. يعني يخرج علينا يقولون أن هناك مشاريع ودوارات ومولات. هل خرجت الثورة من أجل المولات والإنارة الشوارع؟ كنا أيام النظام لدينا مولات ولدينا إنارة في الشوارع ولدينا وحدة صف ولدينا حكومة واحدة ولدينا قرار موحد. هل هذا ما خرجنا من أجله في الثورة؟ لكن لدينا أيضا 18 فرع أمني، لدينا أيضا تكميم أفواه، لا نستطيع كنا، ونفس الشيء عند الجولاني، لا تستطيعين فتح فمك عند أي مفرق. يعني القياس بالخدمات هو قياس واهي. ثاني شيء طيب كمان إذا رغبنا بالقياس بموضوع الجبهات، وسآتي على هذه النقطة، ولكن نعم سآتي على نقطة الجبهات. يعني إذا أنت لا ترغب بالحديث بالقياس على الخدمات سنأتي على الجبهات، ولكن دعني أعود للشيخ محمود بنقطة. تحدث أنه هذا البيان يهدف إلى منع سفك الدماء في الشمال السوري، ولكن الفصائل المتواجدة في الشمال سفكت دماء بعضها البعض من أجل يعني شيء، من أجل موقف سيارة وشيء أرض فلان وأرض علان. الكثير من قادة الفصائل، الكثير ثبتت عليهم اتهامات وانتهاكات لم تتم محاسبتهم كما طالب الشارع الثوري. لماذا لم نرى
فتاوى من هذا النوع تجاه فصائل الجيش الوطني. الجيش الوطني لم يتمكن من التوحد، يعني عندما نتحدث عن الجيش الوطني يتحدث بشكل عام ككتلة واحدة، ولكن عندما يحصل أي شيء شيخ محمود يأتي أحد قادة الفصائل يقول لا أنا بريء من هذا الفصيل، هذا الفصيل ليس يعني هذا فصيل كذا، هذا فصيل كذا. فحالة التفكك ضمن فصائل الجيش الوطني إذا كانت فتوى قادرة على توحيدها لماذا لم تصدر؟ أولا اسمحي لي أن أكمل ما كانت الفكرة، بدي أكلمك إياها. لا بدي تجاوبني شيخ محمود لأنه وقت البرنامج قصير ونرغب بالوصول إلى نقاط محددة. خليني أوضح الفكرة التي جعلتنا نقوم بهذا البيان. نعم. الفكرة الأساسية أنه نحن شكلنا لجنة وتواصلنا مع تجمع الشهباء الشام وتكلمنا معهم مطولا. قالوا هم لم يبايعوا الهيئة، وأنهم هم لا يخططوا مع الهيئة لدخول إعزاز، وقالوا بالحرف الواحد إذا كانت تدخل الهيئة فإنها ربما تدخل عن طريق الفيلق الثالث. الفيلق الثالث كمان قمنا بزيارة له، فكان نفس الشيء إجابته أنه لا يمكن نحن نسمح لهيئة تحرير الشام بالدخول إعزاز. نحن رأينا أنه دخول الهيئة إلى إعزاز حتى نبرئ ذمتنا، لا هذا يحط اللوم على هذا ولا هذا يحط اللوم على هذا، فنحن خرجنا ببيان لم نحدد فيه الجهة التي تريد أن تدخل إلى إعزاز، ونحن نبهنا كذلك وسوف ننبه الناس المخاطر الحقيقية من دخول الهيئة إلى إعزاز. طيب يا شيخ محمود اسمح لي في نقطة، شيخ محمود اسمح لي في نقطة يجب أن نثيرها الآن. بعد جريمة جنديرس عندما قتل يعني أشخاص محتفلين بعيد نيروز يتبعون لفصيل من فصائل الجيش الوطني، حالة من الغضب كانت متواجدة في الشارع الثوري في شمال سوريا، وطالبت هذه الحالة بدخول هيئة تحرير الشام بسبب عدم انضباط الفصائل. شيخ محمود يعني اليوم ألا ترى بأنه علماء السوريين المتواجدين في الشمال السوري من الممكن أن يلعبوا دور أكبر بتوحيد هذه الفصائل، وبالتالي منع خرق هيئة تحرير الشام بطريقة أقوى وإبعاد الأهالي عن الاقتتال، وأيضا يعني امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري؟ أختي الكريمة، نحن جهزنا أكثر من مرة لجان، وهذه اللجان كانت تسعى بين الفصائل للم الشمل ووحدة الكلمة وتوحيد الجيش، وخطونا خطوات طويلة في هذا الأمر وفعلا أنتجنا، ولكن نأتي إلى النهاية يتدخل المال، وخاصة من قبل الجولاني، فإنه يغري الناس بالمال بدفع المال. إذن الفتاوى لا قيمة لها؟ نعم؟ الفتاوى لا قيمة لها؟ هلا حاليا إذا كنا نحكي عن الفتاوى، يعني هناك الذين يأخذون بالفتاوى إذا كانت غالبا مع مصالحهم، ولكن نحن بياننا هذا يعني رسالة موجهة إلى الشارع في المناطق المحررة. نعم. ورسالة موجهة كذلك إلى الفصائل أن يأخذوا حذرهم ويتوحدوا، لأنه إذا كان صار في توغل فهم مفككين، والتفكك والتفرق يعتبر ضعف. رسالة كذلك موجهة إلى هيئة تحرير الشام، نقول لهم احذروا أن تدخلوا إلى هذه المناطق. هذه المناطق حررناها مرتين، المرة الأولى حررناها من النظام، والمرة الثانية حررناها من داعش، وذلك الآن يريد أن يدخلوا عليها. لماذا تريدون؟ يا أخي حلب قريبة منكم، تفضلوا حرروا حلب، حرروا سراقب إذا كنتم تريدون فعلا. نعم. طيب أستاذ هشام، أن تحرروا حلب بعد أن تدخلوا إلى المناطق المحررة في الشمال السوري، يعني هذا عذر قبيح جدا لا يمكن أن ينطلي على العقلاء من القادة ولا يمكن أن ينطلي على العقلاء من الجند. الرجل الجولاني أكثر من 23 فصيل قد بغى عليهم ودمرهم بالكامل. رجل يحب سفك الدماء، ولكن سفك الدماء على حساب الشعب السوري. رجل لا تهمه إلا مصلحته الخاصة، يعني بده يدخل في جيش ولو أريقت الدماء. ما هذه العقلية هذه؟ والأسوأ من هذا وذاك أنه يلبس عباءة الإسلام ويلبس عباءة الدين وهو موغل في الفساد وموغل في الدم. هذه أخطر بكثير من الفساد الذي نراه على أرض الواقع، لأنه هو تقمص الإسلام في ظاهره، ومن أجل الإسلام قد رجل عنا لهون على المناطق حتى يحارب الفاسدين والمفسدين. وحينما دخل في البداية في المرة الأولى خاصة منطقة عفرين، أول ما وضع يده بيد الفاسدين هو السيد الجولاني، حط إيده بإيد الفاسدين، علما له مقاطع صوتية
السابقة كان يقول عنهم مرتدين، يقول عنهم مرتدين. الآن أصبحوا أصحابه وأصبحوا أذرع له في هذه المنطقة. ولذلك نحن فعلا يجب أن ننبه البشر من دخول هذا الإنسان، لأنه سوف يأتي بكوارث إلى مناطقنا المحررة، ولا يمكن أن نسكت عن هذا. أما الشق الآخر أختي الكريمة، أنه الفساد الموجود، نعم في فساد عندنا هو موجود، ولكن كذلك في منطقة الجولاني في فساد أكبر، ولكن كما قلت لك فساد لبسوا عباءة الإسلام، وذاك أخطر من الفساد الموجود هون بالظاهر. يعني شيخ محمود، لكي نكون منصفين، نحن لا نقارن أبدا مناطق يعني شمال غرب سوريا بمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الجولاني، ولكن من غيرة السوريين على السوريين نتساءل لماذا لا يتم رفع هذه المناطق إلى مكان مختلف، ويعني تحسين ما يمكن تحسينه أمام هذه المطامع التي نراها، إذا كان من ميليشيا الجولاني أو ميليشيا قسد أو ميليشيا أسد وما إلى هنالك. فنحن لا نقارن، ولكن نحن نرغب بتطوير الوضع، وهذا واضح للجميع. أستاذ هشام، كنت تتحدث عن الجبهات. إذا ما رغبنا فعلا بالنظر إلى موضوع الجبهات بين هيئة تحرير الشام وبين أيضا فصائل الوطني، أين هي الجبهات؟ وخصوصا اليوم نرى بأنه تركيا تتحدث عن إعادة العلاقات مع ميليشيا أسد، دول عربية وخليجية كانت داعمة للثوار تتجه باتجاه إعادة العلاقات. اليوم الأهالي لديهم مخاوف مشروعة جدا، يعني إذا ما توافقت مثلا تركيا على إدخال ميليشيا أسد إلى المناطق المحررة، ما هو مصير الأهالي؟ قادة الفصائل وعناصر الفصائل من المفهوم هو دورهم القتال، ولكن المدنيين سيدفعوا الثمن. عمليات الانتقامية التي شاهدناها بمناطق المصالحات لم ينساها أحد. الجولاني وميليشيا الجولاني أصدرت يعني تصريحات تقول بأنها لا تؤيد هذا التطبيع وتقف بوجهه أيضا، بينما فصائل الجيش الوطني يعني حقيقة يعني لم نسمع موقف واضح جدا. ما إذا قررت تركيا إدخال هذه الميليشيا إلى تلك المناطق، وتركيا دولة ذات سيادة، يعني لا أحد يستطيع أن يقف بوجهها. طبعا عزيزتي سوف أبدأ بالإجابة. أين نحن من الجبهات؟ يعني يكفي أن نذكر الجولاني من الذي دافع عن الأرض في 2020 حين خسر مئات الكيلومترات وتدخل أبناء الأرض الذين هجرهم واشترط من يدخل ومن لا يدخل، وحينها فرضنا نحن بقوة اتفاق 5 آذار 2020 بالتحالف مع الدولة التركية، حين كان الجولاني يصيح بالولاويل ويهرب جنوده من أرض المعركة. لابد أن نذكر الجولاني وغير الجولاني أن لهذه الأرض أهل يحموها بدمائهم، وليس الهراري والأردني والمغربي والتونسي وهو مجهول النسب. أن لهذه الأرض أهل وأناس هم أهلها ويحررونها ويدافعون عنها. هذا من جانب. من جانب الموقف من مسار التطبيع التركي، من قال أننا لم نصدر موقف؟ أصدرنا موقف، وتصريحاتنا وأدائنا السياسي واضح وضوح الشمس للدولة التركية كامل الحق بالتصرف بما هو لها، ولنا نحن الحق الكامل بصون حقوقنا بما يتوافق. طيب البعض سيشكك بهذه المعلومة يا أستاذ هشام، لأنه بما هو لها يا أستاذ هشام اسمح لي كمل السؤال. يعني إذا تتذكر معي عندما كان هنالك اتفاقيات خفض التصعيد ووجدت النقاط التركية نقاط المراقبة، كان من المفترض ألا تقترب ميليشيا أسد إلى هذه النقاط. اقتربت الميليشيا وبقيت النقاط ولم يحرك ساكن ولم تعد لتنسحب ميليشيا أسد من تلك النقاط. بالذاكرة يكاد المريب أن يقول خذوني. تلك المرحلة بالتحديد نريد أن نحيلك إياها. من نفذ هذه الاتفاقات؟ من نفذها هو الجولاني. من أزال الزنكي؟ لماذا أزيلت حركة نور الدين الزنكي؟ أليست بدعوى أنه سيدخل دوريات روسية؟ أزيلت ثم دخلت الدوريات الروسية والنقاط التركية. هذا الكلام سوف نتقدم به إلى الأمام. أرجو أن يعني يسعني صدرك
تلقي الكلمات. من يدافع عن هذه الأرض هم أهلها وليس الغرباء. من دافع عن هذه الأرض هم أهلها وليس الغرباء. الموقف التركي هم لديهم مصالحهم، نحن لدينا قرارات دولية، وإلى الآن لم يخرج الموقف التركي بالعموم بالصورة العامة عن المآل. يعني لم نتلقى أي تصريح. يعني يجب أن نرى أردوغان وبشار الأسد يجلسوا معا ويسحبوا النقاط لحتى نقول أنه ما شفنا موقف موحد يا أستاذ هشام. يا سيدة أحلام، تفضل. يجلس من يريد مع من يريد. نعم. ولا دخل. نحن لدينا أرضنا، لدينا علاقتنا التي لها حدود ولها مصالح مع الدولة التركية، لدينا قرارات مجلس الأمن، لدينا قوة عسكرية نستطيع أن نتحرك حينما نشعر أننا فعلا يجب أن نتحرك. ولكن هناك من يزاود، هناك من يزاود يقول أنا أستغل منبركم، أعطيني دقيقة. يعني مشروع الثورة، ولدينا مشروع ولديه مشروع. هل خرجنا بالثورة يا سيدي أحلام حتى نطبق مشاريع؟ يعني اليوم أصبح شعبنا فئران تجارب. جربوا بأفغانستان وجربوا بالعراق، وهي جربوا بداعش وجربت النصرة، واكتشفوا أخيرا سيد الأزرار أنه هو كان نهجه خاطئ ولازم يغير. هل أصبح شعبنا فأر تجارب تطبق عليه يا جولاني أفكارك ومشاريعك؟ نحن لم نخرج من أجل المشاريع، لن نطرح مشروعنا طرحناه التغيير السياسي وإقامة الجمهورية السورية وانتخابات ودستور وقانون. هذا هو مشروع الثورة، إزاحة الأسد وإعادة الجمهورية السورية. أصحاب المشاريع هم أصحاب الكانتونات، أصحاب الكانتون السني بين قوسين، أصحاب الكانتون الكردي بين قوسين، هؤلاء أصحاب مشاريع. نحن لا نطرح مشروع، نحن مشروعنا الدولة، نحن مشروعنا الدولة السورية وإقامة الدولة السورية وإزاحة آل الأسد من السلطة وإقامة الدولة السورية. ما يحصل اليوم على أرضنا هو إدارة مناطق ضمن الممكن، ضمن منطقة الحروب. لا ننكر ما يحدث أبدا، ولكن أنتم أصحاب قناة الأوريان تصفوننا ما تصفوننا، ولكن ألا يتحرك مراسلكم بكل حرية في مناطقنا؟ ألا تبث التقارير من المناطق الشمال وتقولون عنا منشيات أحيانا؟ ألا يتحرك مراسلون قناة الأوريان؟ هل هذه منا يا أستاذ هشام؟ أبدا، هذا حق، أبدا هذا يعني حق. أيوة، لحتى نفهم بعضنا مضبوط. أردت أن أقول أن هذا هو الهدف، إقامة الحريات، إقامة إشاعة الحريات، إطلاق الحريات. هذا حق لكل إعلامي، ونحمي كل صاحب قلم بريف العيون. هذا ما أردت القول، ليس منا أبدا معاذ الله، بل هو حق، هو هذه مبادئ الثورة. هذا ما أردنا القول، هذا هو مشروع الثورة نطرحه دائما. من يطرح مشاريع إنارة ومولات ومول الحمراء مخلوف كان عنده مولات، معناتها بس يعني يا أستاذ هشام بدي أقول لك شغلة، بما أنه أنت قلت أنه نحن بنتحرك بالشمال بحرية، بس أغلب المتواجدين في الشمال السوري عند المشاركة يقاطعوا أورينت بطريقة أو بأخرى، خيارات شخصية، ولكن خوفا من بعض الفصائل ضمن الجيش الوطني، ولا نستطيع أن نعمل دون التنسيق. هذا سياق آخر. الهواء. نعم، هذا سياق آخر. ويعني أنت بما أنك جبت السيرة فالشيء بالشيء يذكر، فيعني ليست الحياة بهذه الوردية التي تصفها أبدا. لا أبدا. نقول ما استطعنا، نقول نحن نطبق ما استطعنا. طيب دعني أشرك بالحديث الشيخ محمود. أعمدة الثورة ومبادئها، نحاول أن نقيم الحريات ما استطعنا. نحن ليس لدينا ملائكة، من أراد الوصول إلى الملائكة هناك الصحابة وعصر الصحابة، أما لا نريد من مجتمعنا أن يرحمنا أبدا. هناك سيف يسلط الإعلام يقطع رأس الجميع. نعم. شيخ محمود، اليوم لدينا مجموعة من فصائل الجيش الوطني تتعامل بشكل مباشر مع هيئة تحرير الشام، يعني الحمزات والعمشات كما نذكر بحادثة نوفمبر من العام الماضي، أواخر العام الماضي في الشتاء. لدينا تجمع الشهباء والأسئلة التي تدار حوله، يعني الكثير من إشارات الاستفهام. لدينا أحرار الشام القاطع الشرقي، لدينا اليوم يدور الحديث عن لواء المعتصم إلى آخره. الكثير، يعني هنالك من يحاول
أن يسعى لأن يتعامل مع هيئة تحرير الشام، وأيضا يسعى لتسويق مشروع الهيئة. يعني كحضرتك متواجد في الشمال السوري، ما هي رسالة علماء سوريين لهذه المجموعات أو حتى لسواها؟ ممكن أن نعلق على قضية التطبيع مع بشار الأسد. نعم تفضل. في دقيقة واحدة سمحت لي يعني. نعم. هو الأمر فيه فعلا من الغرابة الكبيرة جدا جدا، ونحن في الشعب السوري مستغربون من الدول العربية كيف تفكر. في يوم من الأيام حينما قتل منا بشار حوالي 150,000، كل الدول العربية قاطعت النظام، علقوه كذلك مجلس الجامعة العربية مسكوه، وكلهم كانوا يصفون بشار الأسد بأنه القاتل المجرم. والآن بعد ما قتل أكثر من مليون، 13 مليون، واعتقل أكثر من 500 الأعراب والحرار، ودمر سوريا ودمر المدن والقرى، الآن يتسارعون للتطبيع معه. هذا أمر غريب جدا جدا. أما القصد الثاني أنه قضية تركيا مع السوري، أنا أقول في هذا الأمر ينبغي نحن علينا كثوار طريقنا نحن واضح، وثوابت ثورة ثورة طبع وكذلك ساعة. شيخ محمود عم بيقطع الصوت للأسف. فالموضوع بالنسبة لي لا يهمنا كثير طالما أننا نحن متمسكون بثوابت ثورتنا. لا، هناك بعض الطريق وأنا أقولها على منبري دائما وأبدا، هناك بعض القاضي لا يهمهم إلا لا يهمهم منه والله انتصرت الثورة أو لم تنتصر. القاضي لا يهم انتصار الثورة، لأنه لو انتصرت الثورة وضعه كقائد في فيصل يجعل مكانه الطبيعي بالثورة. للأسف شيخ محمود أنا يعني مضطرة أني قاطعك. التقطيع بالصوت يعني لا يجعل الجمل مفهومة أبدا على ما يبدو، يعني سوء خدمة الإنترنت أو هنالك يعني مشكلة في الاتصال. أستاذ هشام بعجالة جدا لو سمحت، اليوم هنالك فصائل تتجه للتعامل مع هيئة تحرير الشام، كيف سيتم التعامل معها من قبل قيادة الجيش الوطني أو وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، أو ما هي مآلات هذه الفصائل لاحقا؟ يجب أن نرسل لهم رسالة. من يعتقد أن الموضوع نفوذ وسلطة هذا غباء مطلق. هذا الجولاني، وهنا أستغل منبركم لأثبت نقطة مهمة، لديه أمر عمليات. أمر العمليات متوافق مع مرحلة التطبيع العربي. هناك رغبة شديدة في إنهاء الوجود الشرعي للثورة وسلاحها، وتحويل الموضوع لمكافحة الإرهاب، ووجود سياسي باهت ليس له جذور على الأرض وجذور يطاحونه. إذن هناك هذه التحركات نحن نقول أنها تتوافق مع حركة التطبيع. هناك من يريد أن يزيل الستار الأخير ويكون مكافحة الإرهاب التصنيف الدولي، وهذا مهم جدا. هيئة تحرير الشام مصنفة ليس بقرار أمريكي، بل مصنفة بقرارات دولية، ولا تزال إلا بقرارات دولية عبر رفع تقرير للمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة ترفع تقرير لمجلس الأمن، مجلس الأمن يصوت على ذات التصنيف من عدمه. هذا ما يحدث. إذن ما يحدث هو صبغ هذه المنطقة في الإرهاب، إزالة الوجود الشرعي للثورة. نعم. واضح الآن ويعني أي فصيل من المتعاونين مع الهيئة هو يساهم في مشروع الهيئة. طبعا نعم. مشروع الهيئة هو نفسه مشروع داعش، هو نفسه مشروع الصورة أستاذ هشام. هو نفسه مشروع سجن بوكا. نعم. هو نفسه متكرر بنسق متكررة. شكرا جزيلا لك القيادي في الجيش الوطني هشام سكيف، كنت معنا من غازي عنتاب. أشكر أيضا مفتي عزاز، وأعتذر يعني عن الخلل الفني في آخر هذه الحلقة، الشيخ محمود الجابر كان معنا من ريف حلب. مشاهدينا بهذا نصل أيضا إلى نهاية هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.